يطلع بالشكل المبهر ده. طلايز BBC. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك مكنة 705 لون، انت ممكن تقدر تستفيد في شغلك في حاجات كتير جدا. يعني احنا مثلا عندنا ممكن تطبع حاجة زي كده، تاخد الأبيض لوحده الأول، بعد كده تاخد الألوان، تاخد صورة مبهرة بالشكل ده إن شاء الله. يعني طبعا أكيد يعني الميتالايت شغال معاك، الستيكر يعني كان انت طبيعة الاستخدام ايه يعني تقدر تنفذ بيها الشغل ده. طب ايه تاني ممكن تعمله بقى؟ ده ستيكر بلاستيك، بس ايه يعني دي افكار تفيدك في شغل كتير يعني. ده ستيكر بلاستيك ممكن تلزقه على ازاز عربية، الابيض بيبقى هو من بره وبعد كده اللون من تحت، ده ممكن تلزقه على ازاز عربية من جوه تديك المنظر ده. وطبعا فيها لون ابيض عشان تطلع بالشكل ده، وافكار كتير جدا. ما يعني عايزة حد كده يكون فنان هيقدر يطلع منها افكار جميلة جدا. طبعا المكنة شغالة معاك بلاستيك شفاف، بلاستيك ابيض، ميتالايز BBC. تقريبا المكنة دي أكتر مكنة متكاملة في موضوع الخامات، يعني تقدر تستفيد بيها في خامات كتير جدا، ومعاك أطوال كتير جدا، معاك لحد 70 سنتي، معاك لحد الإي 6 وشي شغال معاك. يعني طبعا معانا إي 6 وشي، ده شغل بلاستيك شفاف اللي هو المقلوب أهو. المكنة بطبيعتها بتاخد البلاستيك الأبيض الأول في الآخر، هيطلع معاك الصورة بالمنظر ده. لكن انت تقدر توظف الشغل ده زي ما انت عايز، يعني ممكن تسحب مثلا لو معاك شغلانه ممكن تاخد الابيض لوحده الاول، بعد كده تاخد الالوان لوحدها. مش عايزين نبوظ ورق، بس يعني ايه، عايزين اوريكم بس المنظر هيبقى عامل ازاي. طبعا دي الطباعه طالعه عامله كده، لكن الوجه التاني من الطباعه يطلع بالشكل المبهر ده ان شاء الله يعني.